السلام عليكم إخواني أخواتي. اليوم جبت معاكم كعكات تاع صابلي بطريقة سهلة وبسيطة، جو روعة جو خفيف بطريقة ممتازة جدا. كعكات محشيين بالكاوكاو ومزينين بطريقة ممتازة جدا، طريقة سهلة. جبتهم لكم بنات، شوفوا الطريقة كيفاه راهم جاو معمرين بالشوكولا والكاوكاو، جو خفيف روعة. تروحوا معانا المقادير مع بعضنا. هنا عندي 3 بيضات، راح نستعمل ندي غير 2 صفار والبيضة وكاس سكر و4 كاس زيت وزبدة وفرينة. طريقة سهلة ورائعة. هنا ما نقدروش نزينو الصابلي، نقعدو نعمرو ونزيدو نغلفوه بالكلاصاج ولا بالشوكولا، نديرو طريقة خفيفة سهلة ورائعة، جو حتى منظرهم جو روعة. شوفوا البنات، هنا نضيف كاس سكر، يكون السكر كلاصي رطب. هنا عندي باكت تاع الزبدة، هذيك تاع رطل، راح نستعمل نصف تاع الباكت تاع الزبدة، ندير النص، ندي منها غير النص باك الزبدة. بنات ما نقولكمش على ذوقهم جو روعة، ذوقهم جا خفيف جا صابلي رائع. هنا درت غير نص الباك زبدة، نروح ندير رشة تاع الملح. هنا نروح ندير 2 صفار تاع البيض. هنا البنات البيضة ندي منها غير صفار، وندير حبة تاع بيض. ندير 2 صفار ونستعمل بيضة كاملة. هنا درت 2 صفار باش العجينة تاعك ما تجيش فيها التشققات، ما تجيش محلولة. على بالك البنات الكاوكاو يفيض والشوكولا راح تذوب في وسط الكاطو، باش درت غير 2 صفار باش يشدوا العجينة. هنا نروح نخفق العجينة، عفوا الزبدة مع السكر مع البيض، نخفقها مليح حتى نتحصل على كريمة. هنا نخدم بالفوي، تقدروا تستغنوا على الفوي تستعملوا باتير. هنا الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. نخلط مليح، نخلط مليح الزبدة مع البيض مع السكر، نخفق مليح، نذوب الزبدة مليح مع بعضها، كلش مع بعضها نخلط مليح. هنا لازم نخلط من البيض مع السكر مع الزبدة مليح حتى نتحصل على كريمة. بالطريقة هذه العجينة ما راحش تشقق ليكم، ما راحش دير لكم تشققات، ما راحش تحل ليكم. نخلط مليح، ندير 4 كاس تاع الزيت. هنا الزيت راني ديت غير 4 كاس تاع الزيت. نخفق مليح، خلطوا مليح البنات، خلط مليح، ضفت الزيت هنا حتى نتحصل على كريمة سائلة تاع تشوفوا البنات كيفاه راهي ولات بالشكل هذا. شوفوا أخواتي، هنا ندير كيس تاع لافاني ونضيف الفرينة. هنا فيك طيحوها تغربلوها قبل ما تستعملوها. هنا راح نجيب السبستولي نخلط، ونبدأ نضيف الفرينة ونخلط حتى نتحصل على عجينة متماسكة، تكون العجينة شادة روحها. هنا نروح نحي السبستولي ونروح نخدم غير بيدي، نخلط مليح. نزيد نضيف كيس الخميرة،
تاعنا. هنا استعملت كيس تاع الخميرة. هنا باش ما تجيش الحلوى تاعكم يابسة نستعمل كيس تاع الخميرة. مليح نطمع مليح نخلط. هنا راح ندخل يدي باش نستعمل نشوف القوام تاع الفرينة اللي استعملتها. على بالك البنات كاينة فرينة اللي تشرب وكاينة فرينة اللي تجي طرية باش نتحصل على العجينة المطلوبة اللي عندي. عجينة يابسة ماهيش طرية وماهيش شكل يابسة. لازم نديرو العجينة متماسكة شوي ما تجيش كي عجينة الصابلي نخلوها طرية ونخدموها. هذه لازم نعجنوها نخلوها يابسة شوي باش ما تحلش لينا في الحلو ما تديرش لينا تشقق في الحلو نتاعو. شوفوا البنات هنا العجينة كيف راني خدمتها. شوفوا الطريقة هذه. هاهي العجينة هنا تحصلت على العجينة اللي راح نستعملها بالطريقة هذه. تكون شادة روحها عجينة نروح نخليها ترتاح. هنا رجعت معك البنات عندي كيس تاع الكاوكاو منحي له القشور ومقلي محمص شوية. وعندي شوكولا بنكهة البندق. طريقة شوكولا بنكهة البندق مع الكاوكاو راح تجيك مروعة. راح نرحي الكاوكاو والشوكولا مع بعضهم. هنا الشوكولا نرحيها مع الكاوكاو باش تجيني الكل مع بعضاه تجيني مرحي قوام واحد. الطريقة دي شوفوا الأخوات كيفاه راهي جات روعة. نديرو حاجة خفيفة. هنا أنا شفتها إذا كانت تكون محلولة. هنا راح ندير شوية مربى تاع المشمش. شوف كيفاه راني رحيتها بنات. هنا راح ندير مغرفة غير مغرفة تاع المربى تاع المشمش باش تشد ليا روحها. وين ندير المغرفة هذيك تاع المربى المشمش الشوكولا راح تذوب تشد روحها. شوفوا البنات كيفاه خلط مليح. نحاول ندخل المغرفة هذيك تاع مربى المشمش. هنا تقدروا ديروا شوية تاع ماء بس ما ننصحكمش البنات بالماء. ديروا شوية عسل ولا عسيلة ولا مربى المشمش. هنا باش الشوكولا ما تسيحش ليكم في الكاوكاو. هنا الطريقة هذه غير نخليها يابسة لأنها راح تطيب وراح تذوب الشوكولا. صدقوني البنات حشوة رائعة في البنة. جا حلو طيب في البنة وما استعملتش السكر بزاف في العجينة باش ما يخرجش ليك من العجينة. الكاوكاو الشوكولا. شوفوا الأخوات هنا تقدروا تدهنوا يديكم بشوية تاع الزيت وإلا تكركبوها. إذا بالأخوات اللي تكون عندها يعني جاها صعوبة شوي في ديرهم كراكيب صغار بالشكل هذا ما تلصقش لك الشوكولا في يدك. استعملي الطريقة هذه نديروهم نكملوهم كلها كراكيب صغار كما هكا. راه عندي هنا ليمون تاع السيليكون. راح نجيب العجينة توا وراح نشكل كويرات صغار. هنا نشوفوا البنات كيفاه راح نستعمل العجينة. ندير فيها ندير الحبة تاع الشوكولا والكاوكاو ونلمها. نحاول غير نلمها. الطريقة هذه شوفوا الأخوات كيفاه راني استعملتها. هنا نروح نديرهم كامل في السيليكون ونديرهم نفس الحجم
باش الكعكات تاعي يجوني كامل كما متساويين معدولين، وخليهم يريحوا شوية في السيليكون يعطوا شكل، ومن بعد نروح نزيد نعطيهم التزيين الثاني، تزيين الطريقة الثانية. شوفوا البنات كيفاه راهي جات الحبة. ها أنا ندير معاكم كعبة ثانية، ندير معاكم حبة ثانية. الطريقة هذه طريقة سهلة وبسيطة، تتسويت ديريها. هنا البنات بعد ما كملت كركبتهم حبة الجاتو تاعي صابلي. هنا تبقت لي العجينة اللي تبقت لي هذيك راح نحلها. شوية فرينة، ندير ساشي شوية فرينة نزيد نحلها. نروح نحلها مليح نرققها نديرها. راح ندير طابع هذاك تاع عباد الشمس، نطبعهم. نحاول نحل العجينة متساوية تكون رقيقة. العجينة هنا البنات تكون رقيقة. الطريقة هذه نديرو شكل نبدلو شوية، وما طريقة سهلة وتقدري تديريها في متطولش عليك. كي صابلي نروح نطيبوه ونزيد نعاودو نزيد نديرولو الكريمة ونحشوه تجينا تحكم اليد، الخدمة تحكم اليد. رحنا الطريقة هذه نحنا ندير الليمون في الفرينة باش ما يتلصقش ليا، ونهز الحبات بالطريقة هذه البنات. نحاول نخليهاش تلصق بالشكل هذا. هنا جبت بعد الحبات بعد ما ارتاحوا شاحوا، بعد ما شاحوا شوية نحلهم شوية الطراوة هذيك. هنا شوفوا البنات هزيت الحبة هاي فسدت لي، نعاود من بعد نعجنها ونعاود نزيد نديرها بالشكل هذا. شوفوا أخواتي كيفاه راني تحصلت على كعبة تاع جاتو مزينة، طريقة رائعة جدا خفيفة بسيطة، تقدروا تستعملوه في المناسبات أو العائلات. هنا عندي حبة تاع الكاوكاو نديرها في الوسط هذاك بالشكل هذا حتى نتحصل على الطريقة هذه. شوفوا البنات كيفاه راهي جات طريقة روعة. ونروح نطيبهم مع بعضهم، نروح نحطهم في البلاطو ونروح نطيبهم. أنا راح نزيد. شوفوا البنات جبت هنا البلا، هنا راح تلصق حبة الجاتو فوق من الحبة الأخرى، وين تسخن تلصق. شوف الشكل الثاني راح ندير معكم ثاني حبة. شوفوا الطريقة اللي كيفاه البنات، نهبط الأطراف هذوك غير بالعقال باش كي يطيبوا ما يتفتوش لينا. ندير حبة الكاوكاو. الطريقة هذه طريقة سهلة. هنا البنات كملت البلا راح نديه للفرن نحطو يطيب، وين يطيب ويعطي اللون الذهبي نهبطو. وشكرا لكم على المشاهدة، وإن شاء الله نتلاقوا في أطباق